خطف عرضي: القصة الكاملة للهجوم المتبادل بين أزهري وميار الببلاوي بسبب طلاقها 11 مرة. تصدرت الفنانة المعتزلة الإعلامية ميار الببلاوي محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تصريحات الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر، والتي جاءت ردا على تصريحات سابقة لها حول زواجها خلال برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة في رمضان 24. علق الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر الشريف عن حديث سابق لميار الببلاوي التي قالت من خلاله: اتطلقت من زوجي الأول 11 مرة بسبب رغبتي في الإنجاب، قائلا: الخطب والبرامج الدينية ممكن تشتغل ساعات، لكن ساعة واحدة من فيلم ممكن تهدم قيم أمة ل30 سنة قدام. وأضاف الشيخ الأزهري: ما كنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن أنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة ولجأوا لمحلل، فهي أعادت للذاكرة في الميعاد الإمام اللي كان فيه، وبدأ الناس تتكلم والبعض بدأ يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة. وقال إبراء لذمتي: الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلا وموضوعا، كلامها لم يمت للدين بصلة. ربنا جعل الطلاق 3 مرات مش 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة. هذا احتيال وزنا ولا يصلح. فقال: الزواج باطل يا ست ميار والرجوع باطل، وما عندناش طلاق في الإسلام اسمه 11 مرة، وما عندناش حاجة اسمها تحليل. في المقابل خرجت ميار الببلاوي في بث مباشر شاركت مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على الانستجرام وسط حالة من الهيار والبكاء. ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا إذ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فما بالكم من اللي قالوا عني شيخ جليل ويخوض في عرضي وشرفي رغم إني كنت بحبه وبسمع كلامه. وأول ما شيخنا الجليل شافني وسلمت عليه وقال لي: أنت جاية لي عشان حطيتك على المرجحة امبارح؟ فقلت له: مش فاهمة. فرديت وقلت: شرف ليا، وانت عمرك ما هتظلمني وانا احسبك على خير. وقالت: لما شفت الفيديو لقيته متكلم عليا وحش وخد في عرضي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا سبت التمثيل وكل حاجة وبشتغل في برنامج وبين صلاتي وبيتي وتربية ابني. وبعد ما قالت اهم لايف في حياتي فور انتهاء حادثها، حذفت ميار البث المباشر بعد انهيارها خلال البث وهي تجهش بالبكاء وتؤكد أنها كانت لا تهتم بكل ما يقال عنها، لكن الموضوع وصل إلى الخوض في العرض والشرف.